لكم برسالة من عند شارون أو من عند باراك اليومين دول ولا من عند حد، نعمل إسلام جديد. مسألة العاطفة، العاطفة من الإسلام، يعني هناك عقل وهناك عاطفة. العاطفة من الإسلام. يعني إيه من الإسلام؟ يعني ما ينفعش مسلم ما عندوش عاطفة. يعني الحب في الله عاطفة، وده ربنا أمر به. الحب في الله عاطفة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. الوفاء عاطفة. مكارم الأخلاق لازم تكون نابعة من العواطف. الإيمان لازم يكون مستقر في القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب اللي هو منبع العاطفة. فأنا ما أقدرش أقول لك برضو يعني انكر العاطفة وفي نفس الوقت أقول لك إيه؟ أقول لك ما تحكمش العاطفة في إسلامك. ربنا عز وجل لما قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال إيه بعدها؟ قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. مفيش عواطف في الحدود. ما تجيش تقول لي يا أخي هيصعب عليا أو بقى أوقف واحد كده وأقعد أجلد فيه، ده إيه القبح ده؟ ده إيه القسوة دي؟ ده إيه الدين الدموي ده؟ يا سيدي هذا قرآن، هذا أمر الله، ما تدخلش العاطفة في المسائل دي. هقطع إيد السارق هقطع إيد السارق، مفيش عاطفة في المسألة دي. اللي بيقطع الطرقات واللي بيتعدى حدود الله والإرهابي اللي بيروع الناس ويفسد أمن البلد وقيم عليه حد الحرابة. مفيش عاطفة. ما أقولش لا ده أصله مش لا مفيش عاطفة. بل هقول لك حاجة ثانية. انتوا عارفين احنا كنا من شوية بنحتفل بإيه؟ بنحتفل بذكرى تحويل القبلة. هتلاقي في القرآن كده انت بتقراه يا سلام تلاقي حاجات جميلة قوي للي ربنا عاوز يكرمه كده ويفهمه. اللهم اكرمنا وفهمنا يا رب. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حتة بقى إلا لنعلم. ربنا حول القبلة مرة لبيت المقدس ومرة لبيت الحرام عشان يعرف وهو عارف لكن عاوز يفضح عشان اللي جواه حاجة يطلعها. من يتبع الرسول إيمانه إيمان استسلامي، إيمان انقيادي منقاد للرسول، ولا بيقعد يفكر في الموضوع؟ ما هو أنت حاجة من اتنين، إنك تفكر في الموضوع لحد ما تقتنع وبعدين تشتغل بعد كده، أو إنك تؤمن بالرسول يبقى اللي قاله صح. وده الفرق بين إيه؟ الفرق بين الصديق رضي الله عنه وبين المشركين اللي جم في ليلة الإسراء والمعراج قالوا بقى معقول بالعقل بقى اهو، بالعقل بقى معقول النبي يقوم ويروح بيت المقدس ويعرج به إلى السماء السابعة ويرجع تاني وفراشه لا زال ساخنا كأن ده كله حصل في ثانية أو ثانيتين؟ بالعقل كده ما تمشيش. جماعة بقى اللي بيقول لك العقل دول تعالوا بقى بالعقل. هو ربنا ينفع الرسول يقوم ويروح الإسراء والإسراء لبيت المقدس ويروح السماء السابعة وينزل الأرض ولسه الفراش سخن؟ بالعقل ما تمشيش. بالعقل بقى كلنا نكفر بالله، لكن بالإيمان ساعات تنحي العقل على جنب لأن عقلك مش مدرك. والنهاردة بعد 1400 سنة قلنا ممكن. ما انت لقيت بقى حاجات بقى طيارات وصواريخ وقمر فضائي وبلوتوز وحركات بتتعمل كده. لا ممكن. ده اللي عمله البشر. امال رب البشر ممكن يعمل ايه؟ طيب ايامها قال لك ايه؟ قال لك بقى معقول ده يحصل؟ ده الجماعه اللي هم في قلوبهم ايه؟ قلوبهم فيها مشاكل من جوه مش نظيفه. انما الصديق قال ان كان قال فقد صدق، خلصت عنده. وده اللي احنا عاوزين نوصل له، نوصل لمساله ان كان قال فقد صدق. قال لك بقى قرد رجم، قال لك مش عارف الخمر ايه، قال لك ان كان قال يبقى صدق. احنا فاهمين مش فاهمين؟ يعني انا عاوزك تشك في مخك وتشك في عقلك وتشك في فهمك وتشك في وعيك وما تشكش في النبي صلى الله عليه وسلم.
تشك في كل اللي حواليك بس ما تشكش في البخاري ومسلم. تشك فيا انا اهو وانا بكلمك، تشك فيا وما تشكش في البخاري ومسلم. عايزين البخاري ومسلم اللي هم بينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نوصل للمرحله دي، مرحله التصديق. ده ربنا عز وجل سوره البقره، احنا بقى بنقرا القران كتير والبقره كتير ما شاء الله، اول ايتين كده وهي اول سوره: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اللي ما شافوا أول مرحلة من أو أعظم مرحلة من مراحل الإيمان هي الإيمان بالغيب. ليه؟ لأن ربنا أنت ما شفتوش. لو مش هتؤمن بالغيب مش هتؤمن بربنا عز وجل. أعظم الإيمان بالله أن تؤمن بالغيب، اللي منه إيه؟ اللي منه عذاب القبر، ومنه الجنة والنار والحساب والصراط والعقاب والثواب، منه الحاجات دي كلها، والحشر والنشر والوقوف والبعث والنفخ في الصور وعذاب القبر ومنكر ونكير، ومنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالنسبة لنا احنا لم نره فبقى بالنسبة لنا غيب. امال النبي عليه الصلاة والسلام قال إني اشتقت إلى إخواني، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول؟ قال لا أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، اللي هو احنا، ربنا يجعلنا منهم يا رب. يبقى أعظم الإيمان بالله أن تؤمن بالغيب اللي ما أنت شايفه، اللي ما أنت شايفه.